ده ما نتجوزوش وما بنعبروش حتى، يعني ده ما يستاهلش زي ما رحمكيش وانتي ترحميه وانتي بتسيبيه. انا اتضربت حته دين علقه في العربيه ما كلهاش حرامي في مطلع. قاعده جنبه، قاعده جنب خطيبي، هاتك يا تلطيش واقلام وشلاليت وشتايم وحاجه يا رضوى. وانا عماله اصوت واصرخ في العربيه والناس عماله تتفرج عليا في الشارع واقول له ليه كل ده؟ بتضربني كده ليه؟ حرام عليك، انا عملت ايه؟ انا ما اتاخرتش غير ساعه. وهاتك يا تلطيش وتقلم وفين يوجعك. وفي الاخر ما حسيتش بنفسي غير وانا بقلع الدبله من ايدي اليمين ورحت رمياها في وشه وفتحت باب العربيه ونزلت اجري في الاشاره. بيشتمني باقذر الشتايم يا رضوى. روحت البيت ما عرفتش اقول ايه لامي وابويا. دخلت ابويا بيقول لي ايه ده؟ فين الدبله اللي في ايدك؟ قلت له بابا من فضلك مش عايزه اتكلم دلوقتي. راح ابويا زائق امي عليا، دخلت امي ورايا بتقول لي ايه اللي حصل فيه ايه مش عارفه ايه. قلت لها انا مش هتجوزه. يعني ايه مش هتتجوزي؟ والفرح اللي احنا حجزناه والفستان اللي احنا عملناه والشقه اللي خلصت. قلت لها مش هتجوزه ومحدش يتكلم معايا. هو سابني يوميها ما كلمنيش خالص. جه تاني يوم فضل يتكلم 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 يتكلم، رسائل رسائل، انا اسف، انا بحبك، انا غلطان، انا بغير عليكي، دي اول واخر مره همد ايدي عليكي فيها، علشان خاطري سامحيني، والنبي والولي زق عليا اخته، مفيش زق عليا امه، مفيش خلاص بقى خلصت. لحد ما لقيت امه داخله علينا في البيت تقول لماما انا عايزاها. انا طلعت قعدت قدامها قالت لي انا مش عارفه ايه، حكالي ايه، قال لي الادب وما ترباش، وانا بهدلته وهزقته وقلت له هو بنات الناس واياك وما يصحش، والا بنتنا والا حبيبتنا والا الحكايه والروايه. المهم يا رضوى ايه؟ هي بتقول لي انا جايه اعتذر لك وابوس ايدك، انا امك حبيبتك وعشان خاطري سامحيه والنبي والولي وتعالي نكمل الجوازه. انا بقى واقفه في الحته دي اعتبرها غلطه وعدت، والعلقه السودة اللي انا اكلتها دي مش هتتكرر تاني يا رضوى يا شربيني، ولا اللي قبل الجواز علامه للي يحصل بعد الجواز. البني ادم اللي بلا رحمه، مش هقولك ادب لانه قليل الادب، الست اللي دخلت عندك في البيت عشان تثبتك دي ما عرفتش تربي ابنها، دي حاجه على جنب. لكن اللي ما عندوش رحمه في قلبه، سيبك انه مد ايده عليكي. انا ما بشوفش راجل محترم بيمد ايده على واحده ست، ده ما عندوش رحمه. اللي فيه في حياته فضا وقاعده في البيت لوحدها، تجيب كلب، تجيب قطه، تجيب عصفوره، تجيب اي حاجه حيوان، عشان الحيوانات عندها رحمه بتحس بالبني ادمين، فما بالك البني ادم اللي ربنا احسن خلقه ما عندوش رحمه. نتجوزه ازاي؟ ما نتجوزوش، ده ما نتجوزوش وما بنعبروش حتى، يعني ده ما يستاهلش زي ما رحمكيش وهو بيديك العلقه ان انت ترحميه وانت بتسيبيه. لو بتحبيه هتخلعيه بالدم، بس اعرفي ان طول ما هو قاعد هيفضل يوجعك طول العمر يا بنتي. الحب يعتمد على ساقين، بيقف على ساقين، على رجلين، ده اهتمام ودي احترام. واحده فيهم تقع يبقى اسمه حب اعوج. لو ما كانش الراجل كتف في كتف واقف وفي ظهري ما يلزمش، اخلعيه، ضرس مسوس وهنخلعه، كان فيه وخلص. والباب يفوت جمل، جمال وكتاكيت وفراخ وكلاب بتهوهو، ومع السلامه، وبوسه كبيره لبابا وماما وتيتا.